السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع هيئة مكافحة آفات الحجر الزراعي. افتتاح معرض مسابقة الإبداع والفنون التقنية الوطني في أسمراء. مدرسة مساعدية التمريض في مندفرة تخرج 119 طالب. حركة أمن 23 تسيطر على مدينة جديدة بشرق الكونغو. إغلاق مطار هيثرو في لندن بسبب حريق وانقطاع كهربائي واسع. ثوران بركان ليثوبي لاكي في إندونيسيا. إلى التفاصيل. تشارك إريتريا في المؤتمر 19 لهيئة مكافحة آفات البذور الذي انعقد في روما الإيطالية في الفترة من 17 وحتى 21 من مارس. وحضر المؤتمر وفد برئاسة مدير عام قسم الخدمات القانونية والرقابية ووزارة الزراعة السيد تخلاب مسجنة، ونائب الممثل الدائم لإريتريا لدى منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد أسمروم كيدان. وتعمل هيئة مكافحة آفات البذور تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة المتمثلة في الاتفاقية الدولية لمكافحة آفات البذور التي أصبحت إريتريا عضوا فيها منذ أبريل من العام 2001. وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية الدولية لمكافحة آفات البذور تعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان النمو الزراعي المستدام وحماية البيئة من تأثيرات آفات البذور وخلق بيئة مستقرة للتجارة العالمية من خلال تطوير المعايير الدولية لمكافحة آفات البذور. وبموجب الاتفاقية أنهت إريتريا من خلال وزارة الزراعة استعداداتها لتطبيق ضوابط التصدير الرقمية للبذور ومنتجات المحاصيل. كما تستعد وزارة الزراعة للمشاركة في برنامج تعزيز الحجر الصحي للمحاصيل الإفريقية حسب ما أفادت المعلومات الواردة من قسم العلاقات العامة بالوزارة. افتتح اليوم 21 من مارس في العاصمة أسمرا المعرض الوطني الثاني ومسابقة الإبداع والفنون التقنية تحت شعار الابتكار الشبابي من أجل التنمية العليا، الذي نظمته الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا ووزارة الزراعة. وافتتح المعرض مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف ساهق في مركز الشباب للإبداع وريادة الأعمال بحضور كبار المسؤولين والحكوميين والجبهة والمدعوين. وأوضح رئيس لجنة تنسيق المعرض السيد سامسون كفلي في كلمته أن اتحاد الشباب والطلبة يعمل على دعم مجال الابتكار والإبداع لتعزيز القدرات الابتكارية والتقنية الفنية لدى الشباب، وعليه فقد تم تمهيد الطريق لإقامة المعارض والمسابقات في مختلف الأوقات والأماكن ومنح الجوائز للأعمال المتميزة والاعتراف بها وتشجيعها. ويشهد الحدث الذي يستمر ليومين حتى 22 من مارس عرض أفضل 3 أعمال من الأقاليم التي سبق أن قامت مسابقات وعروض محلية، فيما تقام مسابقة الإقليم الأوسط إلى جانب المعرض والمسابقة الوطنية. ومن المتوقع أن يؤدي المحتوى المقدم في المعرض والمسابقة إلى تعزيز الفوائد الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتقليل الاستهلاك والتكاليف. يذكر أن إقامة المعرض والمسابقة الوطنية الأولى للابتكار في مركز الصناعة في أسمر المعروف بمدبر يومي 17 و18 من فبراير من العام 2024 الماضي. خرجت مدرسة مندفرة المساعدية التمريض أمس 119 طالبة بدرجة الشهادة في الدفعة 15، والخريجين هم من منتسبي الدفعة 34 من الخدمة الوطنية، وقد تم تدريبهم نظريا وعمليا لمدة عام و6 أشهر. وشكر منسق مدارس مساعدية التمريض في الأقاليم السيد ميكيل قهراي المستشفيات المرجعية والمرافق الصحية التي ساهمت في التعليم التطبيقي للطلاب. من جانبها تعهدت ممثلة الخريجين بضمان ورعاية صحة المجتمع. وقال المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة بالإنابة الدكتور برهان دابري أن مهنة التمريض هي من مجالات العلوم الطبية التي تتطلب التفاني والأخلاق والقسم القوي. تأسست مدرسة مساعدية التمريض في مندفرة في العام 2003 وخرجت حتى الآن 1700 مهني بينهم 1137
من الإناث. قام فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط اليوم 21 من مارس بتخريج 13 قاصرا محتاجا تم تحديدهم من قبل إدارات المديريات ليتم دعمهم، وشمل التدريب العملي والنظري في مجالات الميكانيكا وكهرباء السيارات ونظم المضخات الذي استمر 2 و6 أشهر، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع خدمة النقل العام بمدينة أسمرة. وأشار مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية السيد تدرس السهية في كلمته إلى أن التخفيف من المشاكل الاجتماعية هو جزء من المهمة الوطنية التي يتم الاطلاع بها لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيدا بدعم المؤسسات الحكومية والخاصة للبرنامج. وأكد ممثل الخريجين على انضباطهم القوي وروح المبادرة في تغيير حياتهم وحياة أسرهم، وقدم شكره نيابة عن الخريجين للذين أسهموا لتلقيهم التدريب المهني. قدم فرع اتحاد المرأة بسجنية الدعم المعنوي والمادي لضحايا مرض الناسور الولادة الذين لا يعالجان في المستشفى المرجعي للإقليم الجنوبي في 20 من مارس الجاري. تشمل المساعدات مستلزمات النظافة والسلع الاستهلاكية والملابس التي بلغت قيمتها حوالي 14,000 نقفة. وذكرت مسؤولة اتحاد المرأة بمديرية السجنية أن الغرض من الجولة هو رفع الروح المعنوية لمرضى الناسور وقرص الوعي العام حول أسباب الناسور وعواقبه. وأوضح خبير أطباء التوليد في المستشفى المرجعي بالإقليم الجنوبي الدكتور هابت ميكيل ملوكوت أنه يجب تجنب زواج القاصرات، ويجب على النساء الحوامل أن يلدن في المرافق الصحية لأن الوقاية من الناسور تكون أسهل من علاجه. وفي المناسبة قامت المعلمات العاملات بمدارس دبارو أيضا بزيارة ضحايا الناسور وفقا لوكالة إيرنا للأنباء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أفادت التقارير بأن حركة M23 سيطرت أمس على بلة واكيلو بشرق الكونغو الديمقراطية، وتقع واكيلو في منطقة غنية بالمعادن منها القصدير، وهي أبعد نقطة قربا وصلت إليها الحركة المتمردة في تقدمها الذي لم يسبق له مثيل هذا العام. وأجبر التقدم قربا شركة الفيمن لويسيز الأسبوع الماضي على تعليق عملياتها في منجم BC للقصدير الذي يبعد نحو 60 كيلومتر شمال غرب واكيلو. وكثفت الدول المجاورة والقوى الأجنبية جهودها الدبلوماسية لوقف ما يتحول بسرعة لأسوأ صراع في شرق الكونغو منذ الحرب التي دارت بين عامي 1998-2003 والتي تورط فيها عدد من الدول المجاورة. أعلنت إدارة مطار هيثرو في لندن أن المطار سيظل مغلقا طوال اليوم الجمعة نتيجة انقطاع كبير في التيار الكهربائي بسبب حريق اندلع في موقع قريب. وأوضحت أنه لضمان سلامة المسافرين والعاملين سيبقى المطار مغلقا، ويعتبر نتيجة للحريق في محطة الكهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة الذي يعتبر مطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاما عالميا. ونبهت إدارة المطار المسافرين بتجنب القدوم إلى المطار، داعية إياهم إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات إضافية حول الوضع. شهد بركان جبل ليتبي لاكلاكي الواقع في جزيرة فلوريس في أندونيسيا 3 صورات متتالية اليوم الجمعة، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد البركاني لارتفاع 8000 متر، ودفع السلطات إلى توسيع منطقة الخطر حول البركان. وأفادت الأنباء بأن المنطقة سجلت مئات الهزات الأرضية خلال الأيام الماضية، مع زيادة ملحوظة في النشاط البركاني المرئي، مما دفع السلطات الأندونيسية إلى رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى. وأدى الثوران البركاني إلى إلقاء العديد من الرحلات الجوية بين أستراليا وجزيرة بالي السياحية، بالإضافة إلى تأجيل رحلات دولية وداخلية أخرى، وسط مخاوف من تأثير الرماد البركاني على الملاحة الجوية. وكان البركان قد ثار في نوفمبر الماضي متسببا في مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، مما يزيد المخاوف من تكرار سيناريو الكارثة السابقة.
تذكير بالعناوين مرة أخرى. إريتريا تشارك في اجتماع هيئة مكافحة آفات الحجر الزراعي. افتتاح معرض مسابقة الإبداع والفنون التقنية الوطني في أسمرة. مدرسة مساعدية تمريض في منظفرة تخرج 119 طالبا. حركة M23 تسيطر على مدينة جديدة بشرق الكونغو. إغلاق مطعم هيثرو في لندن بسبب حريق وانقطاع كهربائي واسع. ثوران بركاني لليوتوبي في أندونيسيا. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.